اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إخواني أخواتي متتبعين قناة مع سعاد، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وأنتم في صحة جيدة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا في بداية الفيديو شاركت معكم بعض اللقطات من السفر ديالي، السفر اللي كان مفاجئ، وهذا هو السبب ديال الغياب ديالي عليكم. سفر ما كانش في الحسبان ولله الحمد. الرحلة ديالي المفاجئة كانت بسبب المرض ديال الجدة ديالي، او امي. انا كنعيط ليها امي لانني دوزت معاها مده او فتره طويله، يعني كنت معاها وكانت قريبه ليا بزاف. نتمنى ليها الشفاء العاجل ان شاء الله، ونتمنى من الله العلي القدير يشوف من حالها ويخفف عليها الألم. وما يمكنش ندوز بلا ما نشكر الناس كلها اللي تواصلت معايا في الخاص عبر الواتساب باش تسأل على الغياب ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على الدعوات ديالكم اللي خارجه من القلب. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق جميعا. اذا بلا ما نطول عليكم غادي ندوز مباشرة معكم باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير لوصفة اليوم. وصفة اليوم هو الطاجين ديال اللفت بالصدر ديال البيبي. كنت مصوراه قبل من هاد السفر، ما كتبش انني ننزلو، لذلك غادي نشاركو معكم اليوم. إذن على بركة الله غادي ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الطاجين الرائع. أول حاجة كنقوم بها هي كنقطع واحد 2 ديال البصلات متوسطتين الحجم إلى شرائح رقيقة كيف ما كتشوفوا قدامكم في الفيديو. كنحاول نقوم بالضغط على ديك البصلة حتى كيتحلوا ليا هادوك الشنايف كاملين. كنضيف القليل من خليط القزبر والمعدنوس، كنخلي تقريبا ملعقة غادي نضيفها في الاخير. عندي 3 ديال الفصوص من الثوم محكوكة. بالنسبة للتوابل كنضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو سكينجبير، الملح حسب الذوق، ملعقة من الكركم أو الخرقوم، ملعقة مع مراش من الفلفل الأسود أو الإبزار. والسر ديال البنة ديال هاد الطاجين هو السمن الحار، ملعقة صغيرة ديال السمن الحار. كنخلط هذيك التوابل كلها مع البصل. كندير اللحم ديالي او الدجاج او لاداند. كنحرك هذيك البصله وكنضيف الزيت وكنحط كل شيء فوق النار بدون اضافه الماء. كنقوم بتقليب قطع اللحم ديالي مره حتى كيتقلى لي مزيان ويتشرب من جميع التوابل. بعد ذلك كنضيف الكمية من اللفت الأبيض وكنضيف ديك المعلقة ديال القزبر ومعدنوس اللي خليتها قبيلة.
كنضيف بعض الحبات من الزيتون، وكنضيف أيضا الحامض الدوائر يبقى اختياري، وأيضا اختياريا كنضيف بعض الحبات من الطماطم. وهنا الطاجين ديالي من بعد ما طاب تقريبا، شوفوا المرقة كيفاش خاطرة، ما ضفتش نهائيا ولا نقطة ماء، يعني غير الماء ديال البصلة. صدقوني هذيك المعلقة ديال السمن اللي كنضيفوها كتعطي واحد النكهة رائعة، كتجانس مع مذاق اللفت. يعني كيف ما كنعرفوا الأغلبية ديال الناس ما كيزعموش على هذا النوع من الطاجين، لكن صدقوني طاجين رائع بدون منازع. الفيديو ديال اليوم هنا وصل للنهاية ديالو. الطاجين ديالنا وجد تبارك الله ما شاء الله، البنة والريحة اللي عاطية يا سلام. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنقول لكم الى وصفة لاحقة ان شاء الله. وهذا هو الخبيز، كنسبق لي شاركته معكم الخبز باللوز، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. مع السلامة.